بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم، وبعد. أهلا بكم في لقاء جديد وفيديو جديد من فيديوهات قناة الدكتور الصيدلي يوسف الأنصاري، وتحديدا قسم اعرف دوائك. وهتكلم باختصار لأني لو هتكلم باستفاضة هطول على حضراتكم، فأنا عايز بس أوجه لحضراتكم رسالة إنكم لو مكتوب لكم دواء حديد أو أي دواء، بمعنى يعني مش دواء شرب، يعني أقصد لو مكتوب لحضرتك علاج لنقص الحديد أو الأنيميا، تمام، لأي سبب، سواء تساقط شعر، حاجة في البشرة، حاجة في أمراض البطنة، عشان تعالج أي شيء، يعني طالما مكتوب لك حديد فوفر فلوسك وخد انريتش بلس. خد انريتش بلس. ليه؟ لأن ده سعره رخيص جدا، وفي نفس الوقت أحسن من الحاجات الغالية اللي هي في برطمانات. يعني دايما الحاجات الغالية اللي هي في برطمانات فيما عدا المستورد، خليني أتكلم بطريقة واقعية وصحيحة. يعني المستورد اللي بيجي من بره ده معروف، اشتريه من حد مضمون، لكن انت مش محتاج اصلا مستورد لما تاخد الانريتش بلس، مش محتاجه. زائد انه في حاجات بتظهر، مش عايز اذكر اسامي عشان ما اعملش لنفسي مشكله قانونيه، اللي هي بيبقى فوق ال70 وال80 وال90، عمره ما هيكون في الكفاءه الانريتش بلس، لان الانريتش بلس هتلاقيه مكمل غذائي دوائي، يعني ليه تاثير فارماكولوجي في الجسم. اما المكمل الغذائي اللي هي بيبقى ترخيص الحاجات بتاعتهم او ترخيص وزارة الصحة بتاعهم صادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء او من معهد التغذية سابقا، فدول بيبقوا غذاء ما لهمش تأثير فارماكولوجي، فعمره ما هيكون تأثيرهم كويس وفعال زي الانريتش بلس. زائد ان هو بيحتوي على الحديد، وبيحتوي على مجموعة من الفيتامينات والفوليك أسيد. طبعا كل واحدة فيهم عايزة وقت كثير للشرح، وقت أطول للشرح، لكن أنا مش عايز أطول حضراتكم، عايز أقول لكم بس ده إنه أكثر فاعلية، وسعره ب13 جنيه للعلبة كلها، والشريط ب6.5. يعني ربنا يستر إن شاء الله وما يغلاش، وحتى لو غلي مش هيزيد كتير، مش هيزيد كتير. فأنا بنصحك إنك توفر فلوسك وما تهملش في العلاج. يعني في ناس بتقول والله ده انا هلتزم باللي مكتوب حقيقيا اللي قاله لي الدكتور، تمام، كويس، يعني شيء كويس انك تمشي على كلام الدكتور. بس للاسف الشديد في ناس غير حضرتك ما تقدرش تشتري ابو 70، ما تقدرش تشتري ابو 80، وانا كصيدلي بقول لك انه ده افضل منهم بمراحل. تمام. الانريتش بلس وسعره رخيص، وبيحتوي على هذه المجموعة من الفيتامينات. مش معنى كده ان انا لو عندي حسيت بدوخة اروح اشتري انريتش بلس، لا، انا بتكلم بعد ما تروح للطبيب برضو، وبعد يعني، لا، احنا بحب انا امشي صح. مش معنى تعليقي دايما في الصيدلية على البديل والمثيل وان الصيدلي هو الاحق بكده ان انا ما اخليش المريض يروح يكشف او ياخد الدواء بتاعه من نفسه، لا. برضو انا بتكلم انت، لا، خلاص الدكتور قرر انك انت محتاج حديد، خلاص. بقول لك الانريتش بلس ده كويس ليك. اتمنى ان حضراتكم تشتركوا في القناة، تدعمونا بتفعيل زر الجرس والتعليقات بتاعتكم، واي سؤال تحت امر حضراتكم باذن الله. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.